السلام عليكم. هعلمكم الروتين بتاع شعري ازاي بوصله للشكل ده واطوله واتقله واخلص من القشره اللي فيه. محدش يضحك. اول حاجه عشان اخلي شعري تقيل وطويل تعمل له حمامات زيوت. مش اي زيت تحطيه على شعرك وانت مش عارفه مصدره وانت مش عارفه هو اصلي ولا لا، علشان ممكن يوقع لك شعرك او ممكن يسبب لك مشاكل لو هو مش زيت اصلي. الزيت اللي انا بستعمله هو الزيت ده هير اويل من موراكن سيكريت. الزيت ده فيه زهره اليانسون والبابونج وزيوت كتير زي زيت الارجان وزيت الزيتون، واهم زيت احنا عارفينه بيطول الشعر هو زيت الروزماري. في اعشاب وزيوت كتير قوي عشان تكثف لك شعرك وتعالج لك القشره الموجوده في شعرك. تقسمي شعرك بالشكل ده وتحطيه على الفروه كويس جدا، وبعد ما تخلصي الفروه تحطيه على اطراف شعرك. بصوا البيبي هير اللي طالع، هتعملي مساج لفروه راسك على قد ما تقدري بقى، سواء بالبتاعه دي او بصوابعك عادي، بس ما تستعمليش ضوافرك. الزيت ده بيتساب على شعرك لمده ساعه لساعه ونص. عدد ساعه بالظبط وغسلت شعري. شوفوا شعري مترطب قد ايه، مع اني لسه ما حطيتش عليه اي كريم ولا حتى سرحته. الزيت ده اصلا مغاربه هما اللي بيعملوه، فهم عارفين هما بيعملوا ايه كويس. عملتي حمام زيت لشعرك وغسلتيه وسرحتيه، دلوقتي جه دور الستايلنج. لو انت شعرك كيرلي طبعا هكتب لك هنا كل طرق الستايلنج الموجوده، جربي كل الطرق عشان تلاقي الطريقه المناسبه مع شعرك. خلصت ستايلنج لشعري، دلوقتي هنشف شعري وهرجع لكم. خلاص نشفت شعري، شفته بالديفيوزر. فك الكاست بتاعت شعري بالزيت ده ارجان اويل من موراكن سيكريت. مع الزيت ده في حته تالته خالص بجد، بيخلي شعرك كده يلمع بطريقه تحفه، مش بيخليه ان هو يزيته او يبين ان هو مزيت او كده. بس كام نقطه علشان هو اصلا مركز. وبس كده، ده شكل شعري في الاخر. اتمنى ان انتوا استفدتوا. السلام عليكم.